فضيلة الشيخ الدكتور علي جابر إمام المسجد الحرام المكي الشريف، قصة وفاة تبعث لنا الحياة. طريق رضاك متجه ونور هداك معتصم، فعاف النفس من زلل وداوي الروح من سقم، وداوي الروح من سقم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. إنه الشيخ علي عبد الله جابر، صوت يتهادى من السماء ويفيض جلالا وجمالا، صدح به في رحاب المسجد الحرام، فهز القلوب وحرك الوجدان، ورحل بأرواح المنصتين إلى ملكوت السماء. إنه الشيخ علي عبد الله جابر، ما إن يكبر للصلاة حتى ترى مئات الألوف شخوص خلفه في سكينة وإخبات، ونسمات الإيمان الندية تهفهف بأفئدة الصافين، والتائبون يمسحون دموعهم عند الحطيم وزمزم والمقام. وما زال الشيخ علي جابر ينشر شذا صوته وعذب تلاوته في كل مكان حل به واستوطن، بتميز فريد وانبلاج واضح، حتى 12 من شهر ذي القعدة لعام 1426.